إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جديد يتجدد اللقاء معكم أخوكم ملكلام القاسح في فيديو جديد. قبل ما ندخل في التفاصيل ديال هذا الفيديو هذا، ما تنساوناش من اللايكات ديالكم، الله يجازيكم بخير. والأصدقاء الجداد اللي كيكتشفوا القناة لأول مرة، ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك ليصلكم جديد القناة. هذا الفيديو أخوتي غنتكلموا على عيد الأضحى. فبعد الجدل وبعد القيل والقال حول تأجيل عيد الأضحى، فالحكومة انهت هذا الجدل وقالت أن عيد الأضحى غيكون وما غيتمش التأجيل ديالو، رغم المشاكل اللي كاينه في القطاع ديال الأغنام، يعني تربية الأغنام، النقص الحاد اللي كاين. فالعيد الأضحى قررت الحكومة أن هذا السنة يكون عيد الأضحى رغم التداعيات، رغم الجفاف، رغم حتى الظروف الاقتصادية وما يعرفه المغرب. فهذا النقص هذا الحكومة قررت أنها تتجه إلى الاستيراد من أوروبا وكذلك من أستراليا، لأنه تقريبا غتكون واحد 600 ألف رأس اللي غيتم الاستيراد ديالها، فغد دخل المغرب من اجل ان نسدوا داك الخصاص اللي كاين. ولكن القضيه اللي كتزيد انها تأرق المواطن المغربي، هاد التجربه هادي راه دخلنا فيها السنه الماضيه ولكن ما كانتش ناجحه، لان الدوله كتعطي واحد الدعم للناس اللي كيدخلوا الاكباش من اوروبا، وهاد السنه تاني غيكون نفس الدعم لهاد الناس هادو. ولكن الاشكاليه والمعضله انه ملي كتجيب هاد الشيء هذا وكيتعطى دعم، راه هذاك الدعم بحال الا كتخوي الماء على الرمله، لان الدوله كتعطي دعم باش ان المواطن المغربي ياخذ هذاك الكبش بواحد الثمن اللي هو رخيص، من اجل انهم يحدوا من النقص اللي كاين في الاكباش المغربيه، وكذلك ربما انهم يخفضوا شويه السومه ديال الاثمان ديال الاكباش على المواطن المغربي. ولكن رغم ذلك الدعم فكيبقى داك الكبش بالثمن ديالو، يعني كتلقاه بعض المرات هذاك الكبش اللي جاي مستورد غلا من الكبش المغربي هنايا، ورغم انهم راه كياخذوا بواحد الثمن اللي هو رخيص مثلا في اوروبا، تلقى كياخذوا ب 500 درهم ولا 600 درهم وكيتعفاو كذلك من الضرائب الجمركيه. ولكن هذا الشيء هذا راه ما كيعطيش نتائج، لان المواطن المغربي يتساءل اليوم علاش ملي كندعموا هاد الناس او موالين الشكاره او الباترونه، علاش ما يكونش واحد التتابع للثمن ديال الكبش المغربي؟ لان مثلا انا اليوم كنعطيو واحد الدعم، هاك الدعم اللي كيمشي من جيوب المواطنين المغاربه من دافع الضرائب، ولكن ملي كيدخل هذا الكبش الاسواق المغربيه كيولي كيتباع بواحد الثمن اللي هو مرتفع. كتلقى مثلا داك الكبش كيدير 4000 درهم ولا 4500 درهم ولا 3500 درهم، وكيولي يتعبر للكيلو، ما كيتباعش هو بالثمن ديال باش مدخلينه هما، كيولي يبيعوه لك بالكيلو. راه هذه هي الطامه الكبرى، لانه ملي انت كتعطيه واحد الدعم وما كتباعش هذاك اللي استورد هذاك الخروف وجاي باش غيبيعو هنايا المواطن المغربي، فين هي حمايه المستهلك المغربي؟ علاش انا غنعطي لهذا دعم وهو غيدخل هذاك الكبش من بعض الدول الاوروبيه ولا من استراليا وغيدير ما بغا هنا، غيبيع بالثمن اللي بغا هنا؟ اذا هنا لا داعي انني نعطي هذاك الدعم. علاش ما نخصوش لهذاك المواطن الدريويش اللي قاهروا الزمان وقاهروا ارتفاع الاكباش مثلا هنا بالمغرب، لان السوق طالع ولان كاينه ضربيه، كاين جفاف، كاين الغلاء ديال الاعلاف. راه هذه هي الطامه الكبرى. رانا الا مشينا بهذا الشيء هذا راه بحال الا ما كنديروا والو، غنطيحوا في نفس المشكل اللي طحنا فيه. راه الناس السنه الماضيه بقاو بلا عيد، لان ما استطاعش ديالهم انهم غيشري مثلا واحد الكبش ب 4500 درهم ولا ب 5000 درهم زائد المصاريف ديالهم، فلا حول ولا قوه الا بالله. لان هذا الشيء هذا ما عطى حتى شي نتيجه، لان الناس ملي كانوا سمعوا مساله ان عيد الاضحى غيتاجل، راه كاين اللي فرح ومن حقه، الله يحسن العوان، ما غنلوموش. قال لك انا ما بغيتش نعيد، لان السنه الماضيه راه الناس تكرفست، راه كاين اللي تسلف وتكلف، كاين اللي باع الحويجات ديال دار، وكاين اللي باع
تلفازه، كاين اللي باع ثلاجه، كاين اللي باع موطور. علاش كيركب؟ باش غيشري داك العيد. لان كما كنعرفوا ان الاسر المغربيه راكم عارفين التقاليد المغربيه كيفاش دايره، والتجمعات السكنيه كيفاش دايره، الملكيه المشتركه. ما غيشوفش واحد مثلا نطلع واحد الكبش من لولادو هذا وهو غيبقى يشوف فيه، لان دوك الولاد غيجيو عنده غيقول لي راه فلان شرى لولادو العيد وحنا بقينا. وهذا راه خصنا نراعيو القدره الشرائيه ديال المواطن المغربي. راه خصنا نشوفوا القدره الشرائيه ديال المواطن المغربي انها مهلوكه ومضروبه. وحتى هذه المساله ديال ان نجيبوا اكباش من نستوردوهم راه فاشله بالنسبه لي. انا الا غنعطي لواحد الفلوس باش ندعمو باش يمشي يجيب لي انايا مثلا الاكباش من اوروبا، وغيبقى ينفخ عليا ويقول لي لا رانا غندخل، وعاطيه انا على كل راس كنعطيه 500 درهم، ويجي هنايا ويضرب هو ديك 500 لجيبو ويتعفى من الضرائب ما يخلص حتى ريال، ويجي هنا ويبدا يصمك في المواطن المغربي. ما كاينلاش. هذيك 500 درهم نعطيها لهذاك المواطن المغربي وغيتعافر وغيشري. على الاقل غيقول لك ان الدوله راه عاونتني، ساهمت معايا بواحد 500 درهم. فاحنا عوض ما نعطيو 500 درهم للمواطن المغربي اللي مهلوك ومغلوب على امره، كنعطيوها لمول الشكار اللي لاباس عليه وفي الاخر كيدير بينا ما بغى. زائد المعضله الكبيره انه حتى ملي كيدخلوا هاد الاكباش راه ما كيخرجوهاش تباع المواطن المغربي اللي باغي يعيد. راه كيشدوها كيديروها مثلا في الكواره ديالهم وكيديروها بالضيعات ديالهم حتى كيفوت العيد، وكتبدا تتباع في المناسبات في الاعراس، وتتباع ملي كيجي يرجعوا الحجاج. لا حول ولا قوه الا بالله. نتمنى ان هذه السياسه تتغير. حنا ماشي ضد فكره ان العيد ما يكونش، لا بالعكس، حنا مع العيد يكون، ولكن ما يكونش على حساب المواطن المغربي المهلوك. اليوم المواطن المغربي راه غلباتو غير القفه اللي كيتقدى لوليداتو، وما بالك غيشري واحد الكبش ب 4000 درهم ولا 5000 درهم، زائد المصاريف ديالو، زائد انه هو غير كاري خصو يخلص واحد البرطمه تيبان له 500 درهم، زائد مصاريف الوليدات. فلا حول ولا قوه الا بالله. نتمنى ان هذه السياسه تتغير، ونتمنى ان هاد المسؤولين يراعيوا بعين الاعتبار للظرفيه ديال المواطن المغربي والقدره الشرائيه ديال المواطن المغربي. اما هاد المساله ديال اننا نبقاو نعطيو الفلوس لهاد الناس او مالين الشكاره باش غيدخلوا لنا داك الكبش المغربي، الكبش باش المواطن المغربي يعيد، ولكن ملي كيجيبوه يبدا يصمكوا في عباد الله، هادشي ما خدامش. يجب اعاده النظر، لان هادشي وقع في السنه الماضيه، وكانت هاد الطريقه هذه باش دخلوا هاد الاكباش وهاد السياسه اللي نهجت الحكومه كانت فاشله. واليوم كنزيدوا نكرروا نفس الخطا لان ما استفدناش. ها حنا كنمشيو على نفس المنوال، ولكن راه خصنا نغيروا التوجه. فلا عطينا لهذا السيد مول الشكاره الفلوس نتبعوه نشوفوا بشحال غيادي، ويكون هذا الشيء عنده واحد الثمن مقنن. غنبيع ب 2000 درهم غنبيع ب 2000 درهم، ما نزيدش على المواطن المغربي وما نبيعش له بالكيلو، غنبيع له بالثمن ديال الراس بحال الا كيتباع بالرحبه 40000 ريال 40000 ريال. اما الا غنبيع له بالكيلو راه كيوزن. غنبدا نصمك في عباد الله، غنوصل هذاك الكبش ل 70000 ريال ولا 80000 ريال، ما مستيطاعش الدريويش. ايوا غير حنايا مثلا هاد الناس مالين الشكاره غيجيو كيقول لك غندخلوا لكم حنا مثلا نستوردوا هاد الاكباش من رومانيا ولا اسبانيا ولا البرتغال ولا حاليا استراليا، ولكن مني كنعطيهم الفلوس وكيستافدوا هما يتعفوا من الضرائب، مني كيجيو هنايا بحال الا داك الكبش ما خداوش هما الدام عليه. كيديروا في المواطن المغربي ما بغاو يبيعوا لي باش ما بغاو. ما كاينش اللي كيحاسبهم، ما كاينش اللي كيقول لهم لا راك خديتي على هذا الكبش 500 درهم، يعني راك ديتي واحد الارباح. هاد الناس راه ماشي كيصوروا الملايير، راه الملايير كيصوروا، ولكن راه خاص اللي غيحاسبهم فينا هو. فلا حول ولا قوة إلا بالله. نتمنى أن هذه السياسة تتغير والله يصوب من حال المواطن المغربي. كان معكم أخوكم ملك لام القاصح، تحياتي واحتراماتي، إلى اللقاء.